تخيل أنك تحمل بين يديك شيئاً يبدو عادياً، مجرد دائرة كهربائية صغيرة، لكنها ليست مجرد قطعة معدن وسلك، فهي تحمل في داخلها أسرار الكون، أسرار القوى التي تتحكم بالواقع على المستوى الأصغر والمستوى الأكبر أيضاً. في عام 2025 منح معهد نوبل أعلى جائزة في الفيزياء لثلاثة علماء، ليس لاكتشافهم شيئاً في مختبر بعيد، بل لأنهم كشفوا عن أحد أكثر الظواهر غرابة في العالم الكمومي، وفي نفس الوقت قابلة للرؤية والقياس على نظام كبير بما يكفي لحمله باليد. نعم، هذا صحيح. النفق الكمومي والطاقة المكممة لم يعودا مفاهيم محصورة في جسيمات صغيرة، بل أصبح بإمكاننا مشاهدتها في دوائر كهربائية كاملة. في عالم الكم، الأشياء تتصرف بطريقة لا يمكن توقعها باستخدام قوانين الفيزياء الكلاسيكية. أحد هذه الظواهر هو النفق الكمومي، جسيم يمكنه عبور حاجز يبدو منطقياً أنه لا يمكنه تجاوزه. تخيل كرة صغيرة تقذف نحو جدار. في العالم الكلاسيكي، إذا كانت طاقة الكرة أقل من ارتفاع الجدار، لن تستطيع الكرة اجتيازه أبداً. لكن في العالم الكمومي، الكرة أحياناً تظهر على الجانب الآخر من الجدار وكأنها عبرت عبره. هذا ما يسمى النفق الكمومي. إلى الآن كان هذا المفهوم مرتبطاً بالجسيمات الصغيرة جداً مثل الإلكترونات أو البروتونات، ولكن ما فعله العلماء الثلاثة هذا العام هو أنهم أظهروا أن النفق الكمومي يمكن أن يحدث في نظام كبير بما يكفي لحمله باليد، دائرة كهربائية متطورة تمكن من رؤية هذا السلوك المباشر للكم على نطاق ماكروسكوبي. في الكوانتم، الطاقة تأتي على شكل حزم محددة أو ما يسمى المستويات المكممة للطاقة. هذا يعني أن النظام يمكنه فقط امتلاك قيم محددة من الطاقة، لا أقل ولا أكثر. تخيل سلماً موسيقياً، يمكنك الوقوف على درجة أو على الأخرى، لكن لا يمكنك أن تكون في منتصف الدرجتين. نفس الشيء يحدث في دوائرهم الكهربائية. النتيجة المدهشة: النفق الكمومي يصبح أكثر احتمالاً عند المستويات الأعلى من الطاقة، بينما يكون أقل عند المستويات الأدنى. إحصائياً، إذا كان النظام في طاقة عالية، يميل للانفلات أسرع من المستوى أقل طاقة. وهذا ليس مجرد نظرية، العلماء رأوا هذا يحدث عملياً في دوائر يمكن حملها باليد باستخدام أجهزة دقيقة لقياس التيار والتغيرات الطاقية. حتى الآن، معظم الظواهر الكمومية كانت صعبة الملاحظة على نطاقات كبيرة، لكن ما كشفه جون كلارك، ميشيل ديفوري وجون مارتينيز هو أن الكم يمكن أن يظهر تأثيره على أنظمة يمكننا لمسها ورؤيتها. هذا يفتح الباب أمام حوسبة كمومية أفضل. فهم النفق والطاقة المكممة في دوائر كهربائية يعني تحكماً أعلى في الحالة الكمومية للكيوبيتات. أجهزة استشعار فائقة الحساسية تعتمد على النفق الكمومي لقياس أصغر الإشارات. التقريب بين ميكانيكا الكم والهندسة العملية. الأنظمة الكمومية لم تعد مخفية في المختبرات فقط، بل أجهزة ملموسة يمكن تصميمها واستخدامها. الاختبار بدأ بدائرة قابلة للتعديل بدقة عالية، تتضمن مكونات فائقة توصيل. قاموا بتبريد الدائرة إلى درجات حرارة قريبة من الصفر المطلق لتقليل الضوضاء الحرارية، ثم أضافوا مجالاً كهربائياً مضبوطاً بدقة عالية لرفع مستويات الطاقة بشكل دقيق. باستخدام أجهزة قياس فائقة الحساسية، لاحظوا القفزات الطاقية وعمليات النفق المباشر مطابقة تماماً للتوقعات النظرية. المثير: كل هذه العمليات كانت قابلة للقياس والتحكم فيها ومرئية في النظام الكبير، مما يجعل هذا الاكتشاف نقطة تحول بين النظرية الكمومية والتطبيق العملي. ما فعله هؤلاء العلماء هو أكثر من مجرد تجربة مختبرية، إنه جسر بين عوالم الكم والكلاسيك. إنه يثبت أن قوانين الكم ليست مجرد رياضيات غريبة، بل يمكن أن تؤثر في العالم الذي نراه ونلمسه. اليوم نحن أمام بداية عقدة جديدة من الفيزياء،
حيث يمكن للمجالات الكهربائية، للدوائر وللأجهزة اليومية أن تكون مسرحاً للظواهر الكمومية.